حقيقة وفاة داوود حسيني بعد تدهور حالته الصحية. أثارت شائعة وفاة الفنان الكويتي داوود حسين حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه في الوطن العربي، خاصة بعد تداول أخبار عن تدهور حالته الصحية. أكدت مصادر إعلامية كويتية موثوقة أن الفنان داوود حسين لم يتوفى كما روج، بل تعرض في شهر مارس الماضي لجلطة قلبية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة. وأوضحت التقارير أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير، وهو الآن في وضع مستقر وجيد، ما ينفي تماما الشائعات المتداولة عن وفاته. انتشرت الشائعة بعد ساعات من إعادة تداول خبر إصابته بالجلطة، ما دفع البعض إلى استنتاج وفاته دون وجود مصدر رسمي، مما ساهم في انتشار الخبر الكاذب على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد استنكر عدد من الفنانين والإعلاميين هذه الشائعة، داعين إلى عدم التسرع في نقل الأخبار دون تحقق.